يا مساء الحلويات، يا مساء السردين الزبدة ده. سردين كده سايح نايح خللته. تعال بقى اما اقول لكم على طريقته، ومعلومه مني على معلومه منك نطلع باحلى وصفه. ده احنا ستات بيوت شاطره قوي. جبت بقى المهم حوالي كيلو ونص كده سردين، في منه الحجم الوسط ومنه الحجم الصغير شويه. بصوا بقى السردينه دي مختلفه عن الباقي بس ما يضرش، هنخللها يعني هنخللها. اديت السردين بقى شطفه حلوه كده تحت الحنفيه، ما طولتش كده الميه عليه علشان بس ايه ما يتهريش. وقمت ريحه فرشه بقى مناديل، وهسيبه يتجفف حوالي نص ساعه. عايزاه ينشف من الميه خالص. رصيته بالشكل ده، وبعد نص ساعه كان نشف وبقى زي الفل. عايزه تنجزي ممكن ان انت تحطيه واقف على راسه كده في قلب برطمان ولا حاجه، وهتلاقيه نشف والميه اتصفت منه. المكونات بقى عندي 4 معالق كبار من الملح، نص معلقة كركم، ومعلقة شطة صغير. حابة تستغني عن الشطة مش مهم. وممكن بقى تحطي كمان 3 معالق او 4 معالق زيت، اللي هو بمقدار حوالي ربع كوباية من الزيت. انا قلبت بقى كل المكونات كده على بعض. نشوف بقى نعمل ايه بقى. في بولة بقى هبتدي ان انا ارص السردين بالشكل ده، وارص عليه شوية من الخلطة. اخلي السردين كله، اخلي الخلطة دي تدخل في قلب السردين كله، يعني السرديناية تتغلف بالخلطة كلها. حطيت شوية من الزيت كده، وركنت الشوية التانيين على جنب، يعني قولي مقدار حوالي كوباية معلقتين من الزيت، والمعلقتين التانيين سبتهم على جنب. هبتدي بقى اعمل مساج كده للسردينة، واحاول ان انا اضغط عليها كده من عند بطنها. الحركة دي بقى هتخلي السردينة لما تتخلل تبقى زي الزبدة. ابتدي بقى ارش شوية من الخلطة كده، واغلف كل سردينية بالخلطة. الخلطة بتاعتنا زي ما قلت لك اللي هي الملح والكركم والشطة بس. غلفت كل السردين بالملح بالشكل ده. هركنه بقى على جنب علشان اجيب البولة اللي انا هرصه فيه. يا ريت البوله اللي انت هترصي فيها تكون على قد السردين بس، بحيث ان احنا مش عايزين هوا يبقى جوه البوله ده. فانا حطيت معلقتين الزيت اللي كانوا متبقيين معايا في قعر البوله ديت، وابتديت ارص السردين بتاعي. بعدين اكتشفت ان البوله فيها فراغات. قلت اسلم طريقه ان انا احطه في كيس من اللي هو النايلون ده. رصيته في الكيس واحده واحده، وقفلت الكيس حلو بعد ما اتاكدت ان ما فيهوش هوا خالص، ورجعته تاني في العلبه. وبقول لكم بقى ان كل يوم هتفتحي عليه، انا هتحطيها في التلاجة، بس كل يوم هتفتحي عليه. مش تفتحي عليه انت تفتحي الكيس كده وتشوفي السردين، لا، يعني هتمسكي العلبة كانت على اليمة اللي فوق، تخلي اللي فوق تحت واللي تحت فوق، يوم ويوم، لحد بعد 5 ايام بالظبط هتفتحي عليه وتاكلي احلى سردين. عايزه اقول لكم ان السردين ده حجم وسط. لو انت بقى عايزه السردينيه اللي هي الحجم الكبير، افتحي عليه بعد 7 8 ايام. شايفين هنا بقى زبده. قلت لازم اجربه كده وادوقه كده بالطحينه بقى والليمون والبصل الاخضر، كان زي الزبده. عايزه اقولك ان في الصيف بيقعد 5 ايام وتفتحي عليه، اما في الشتاء استبرع عليه حوالي 10 ايام وافتحي عليه، هتلاقيه زي الزبده وبألف هنا وشفا. لو وصلتي بقى معايا لاخر الفيديو اضغطي اللايك، لو مش مشتركه اشتركي، ولو عندك معلومه جديده تقدري تفيديني بيها فيديني.